في ناس فاكرة إن الإفيه ده خفة دم، وإن اللقب ده حاجة عادية، وإن السخرية دي هزار. بس ربنا قالها صريحة من فوق 7 سماوات: ولا تنابزوا بالألقاب. يعني ما تنادوش الناس بحاجة تجرحهم أو تقلل منهم أو تكسرهم، إيفن لو هم دخلوا قدامك. يعني حتى لو هم اللي طلعوا على نفسهم الاسم ده، أو حتى هم اللي بيضحكوا وبيسخروا من نفسهم بشكل ما، أنت برضو ما ينفعش تطوعهم في الكلام ده. طب يعني إيه التنابز بالألقاب؟ التنابز بالألقاب ده إنك تسيب اسم الإنسان العادي الطبيعي اللي معروف بيه وتناديه بحاجة تانية هو بيكرهها بقى أو بتوجعه، أو حاجة فيها تقليل، أو حاجة فيها ضحك وسخرية، أيا كان شكله بقى، ماضيه، غلطة قديمة، نقطة ضعف وصفة بيتهرب منها، وتقول يعني ما إحنا بنهزر وهو المتقبل الاسم والدنيا عادي. لا، ده مش هزار، ده أذى مباشر حتى لو هو ما بينلكش ده. الآية كاملة بتقول لك في سورة الحجرات، بتقول لك: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. وبعدين يقول: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. يعني إيه؟ يعني اللي بيسخر واللي بينادي الناس بألقاب مؤذية ربنا سمى ده فسوق، مش هزار، مش خفة دم، فسوق واضح. أمثلة بقى بنشوفها كل يوم طبعا في الشغل: يا عم قصير، يا تخين، يا فاشل. في البيت: انت دايما غبي زي ابوك، عمرك ما تطلع حاجه. النجم، الكينج، المدهول، المنيل، وكلام غريب بقى بنسمعه حتى على النت، وتلاقيهم بيكتبوا كمان اسامي السوشيال ميديا بتاعتهم باسامي غريبه قوي. يعني على السوشيال نفسها تلاقي الترندات كلها مبنيه على سخريه من شكل او لهجه او ضعف او اي شيء. الناس بتضحك، ايوه، بس في قلوب بتتوجع وسكات بيبقى من الاخر. طب ليه الموضوع ده خطير؟ لأن الكلمة ممكن تبقى عقدة عمر، ممكن تكسر ثقة، وممكن تغير شخصية كاملة، وممكن تسجل عليك ذنب مستمر. اللي بتناديه ده بلقب مهين ممكن يفتكره كل ما يبص في المراية. ميزان بسيط قبل ما تتكلم: اسأل نفسك، لو اتناديت بالكلمة دي قدام الناس هتوجع ولا لأ؟ هل اللقب ده بيشرف ولا بيهين؟ هل في ضرورة ولا ده بس هزار على حساب حد؟ لو الإجابة لأ، اسكت، والسكوت هنا عبادة. ربنا يعني ما حرمش الكلام ده عبث، لا، لأنه بيحافظ على لسانه وبيحافظ على قلوب الناس. خلي اسمك دايما مرتبط بالخير مش بجرح حد، ولا تنابزوا بالألقاب، لأن الكلمة ممكن تعيش أطول من صاحبها. لو شايف طبعا الكلام ده مهم وحواليك بيحصل الكلام ده سواء في الشغل أو في البيت أو كده، أرجوك شارك الفيديو ده، يمكن تمنع أذى عن حد. وأشوفكم دايما على خير وبالتوفيق للجميع، والسلام عليكم.